احمد رازي. احمد رازي تراك ازعجتني، انت نطفه هنديه، انت نطفه هنديه، انت نطفه هنديه. ترى ان كنت نطفه هنديه فلن اخجل. الهند بلد نووي فعليا. كاين هاد السعودي عيطولو ابو الجن، خارج في المراركه خاوتي. لي يزود معاه، عرفوا يغلق لهم الباب في وجههم الهوا ما يدخلش. اللي يعجبوني كي يطلعوا معاه زعما النساء تاع المروكيات يطلعوا معاه في لايف، بعد غير يبدا يهضر معاهم زوج كلمات كيفاش يهربوا. حين هاد السيد هذا من خرج لهم، لا خرج لهم كي الجن تاع الصح، يحملهمش شغل مرقلهم باللي كيكذبوا على الجزائر. سمعوا في هاد اللايف قالوا له انت يا نطفه هنديه، وقالوا له هذاك البترول تاعكم قريب يخلص تاع السعوديه، انتم تخلطوا فيه دوكا كيفاش حيرد لكم. حبوا كي واحد يهضر لكم على نساكم وكدايا ايما لا هاكو اسمعوا وشوفوا معاه انتم، احنا خاطينا ما تقولوا لناش هذا تاني راهم يخلصوا فيه المخابرات والعسكر هما لم يمولوا فيه ياك. المهم ديروا لايك خاوتي، واللي مازال ما اشتركش مرحبا به، وسمعوا الرد تاع ابو الجن. احمد رازي. احمد رازي تراك ازعجتني، انت نطفه هنديه، انت نطفه هنديه، انت نطفه هنديه. ترى ان كنت نطفه هنديه فلن اخجل. الهند بلد نووي فعليا، مو بالاسم. انا لو نطفه هنديه ما راح اخجل. ترى الهند بلد نووي. انا كنت اعمل في مجال الطيران التجاري. هل تعلم ان في مجال الطيران التجاري اكبر محرك لاقتصاد الطيران التجاري هي الجاليه الهنديه؟ واسال بنات بلدك اللي شغالين مضيفات، اسالهم يخدمون مين. بنت بلدك تيجي تصب قهوه لمين؟ بنت بلدك تيجي تاكل مين؟ الهندي. اكبر محرك لعجله الاقتصاد، اقتصاد الطيران التجاري، الجاليه الهنديه. تحسب انه هذا يزعل؟ مو حال. صرفيه اهل الرياض بس، ما قلت لك السعوديه كلها. صرفيه اهل الرياض في اسبوع واحد يعادل ميزانيه بلدك 50 سنه. والله ما اكذب. قال الشاعر اللهم استوعده ولا نبقى قاعده. يا طلع العيش. سيمو يقول البترول سينتهي. يا سيمو ايش رايك اليوم بعد امين ميلاد نتكلم على انجازات المملكه العربيه السعوديه والى اي مرحله وصلت في تخليها عن النفط؟ ايش رايك بعد جوله امين ميلاد؟ عشان انتم كتبكوا واحنا كنضحك. البترول هذا اللي قاعد تعيب عليه، البترول هذا اللي قاعد تعيب عليه، بنات بلدك فاتحين بثوث يتناقشون كيف يصبحون مطلقات لرجل سعودي عشان ياخذوا شويتين. هذه كانت الفيديو، يعطيكم الصحة على المشاهدة. ولا عندك شوية وقت زيادة اي كاين هذا الفيديو ولا مازال ما شفتهاش ولا ما عجباتكش اي الاخرى قدامها. وربي يحفظكم خاوتي، اتهلاو، السلام.